أهلا بكم. أهلا بكل مشاهدي قناة مباشر مع حنفي، وحكاية جديدة اتعودنا عليها كل يوم، لكن دايما بتكون حكاية مستخبية، حكايات تحمل بين جوانبها أسرار عميقة، حكايات بتقابلنا كل يوم في كل شارع، داخل كل بيت، خلف كل باب، وعيون تخفي أسرارها، أسرار ستكشف وأخرى ستبقى طي الكتمان. حكايات مستخبية مع حنفي السيد، جوانا بندريها. أحيانا الحكايات دي بنحب إن احنا نفضفض بيها، نحكيها، ويا سلام بقى لما نحكيها لحد لا هو يعرفنا ولا احنا نعرفه، لكن واثقين فيه وعارفين إنه هو لعمره هيسأل عن اسمنا ولا عن أحوالنا ولا حتى عن عناويننا. فبالتالي بنبقى سعداء لما بنتكلم ونفضفض ونسمع ونشوف الناس هيقولوا ايه وهيكون رأيهم ايه في حكايتنا. تعالوا النهاردة نسمع حكاية أختنا اللي هنسميها ميرنا. هي سورية واحنا عارفين لما حصلت الحرب في سوريا، للأسف احنا مش عارفين لغاية دلوقتي هي دي ثورة ولا إرهاب ولا داعش ولا توسعات استعمارية، سواء من تركيا سواء من أمريكا سواء من روسيا سواء من إيران. احنا لغاية دلوقتي مش عارفين ايه اللي بيحصل في سوريا. هل هي ثورة زي اللي قامت في مصر وزي اللي قامت في تونس وزي اللي قامت في ليبيا، ولا هي دول طمعانة في سوريا الشقيقة، سواء كانت إسرائيل سواء كانت أمريكا سواء كانت روسيا سواء كانت إيران سواء كانت تركيا. سوريا دلوقتي بقت عاملة زي الفريسة اللي كله بينهش ويقطع فيها. تركيا من جهة وإيران من جهة وأمريكا من جهة وروسيا من جهة. هو في إيه يا جماعة؟ الله يكون في عون سوريا والله يكون في عون الشعب السوري. المهم لما قامت الثورة أو الأطماع أو الإرهاب هنقول زي ما تقول، لأن لما بنقول ربنا يرجع سوريا ويرجع الأسد يقولوا لا مش عايزين الأسد. ولو قلنا طيب يا جماعة هنخلي إيران تحكمكم زي ما بتحكم العراق دلوقتي، ولا نخلي روسيا اللي تحكمكم، ولا نخلي أمريكا اللي تحكمكم، ولا نخلي تركيا اللي تحكمكم؟ ما احنا مش عارفين. ادينا شايفين العراق اللي بتحكمها رسميا ايران، وليبيا لغايه دلوقتي فيها اكتر من حكومه، وتونس خربانه، وبفضل ربنا ثم الجيش المصري قدرنا دلوقتي ان احنا نقول ان احنا دوله ذات سياده. لا حد طمع فينا ولا حد جه احتلنا ولا دوله تانية بتشكل وزاره. فمش عارفين والله ايه اللي بيحصل في سوريا. ما علينا، احنا مش برنامج سياسي. فبعد ما حصل اللي بيحصل في سوريا، معظم الشعب السوري سافر وهج، اللي جه على مصر واللي راح على الخليج واللي طلع هجرة على أوروبا. النهاردة معانا ميرنا هتحكي موضوعها، وهي ربنا كرمها وطلعت على السويد. دولة جميلة، دولة غنية ومنسمعش عنها أي مشاكل. يعني كلمة السويد دي ألف لام سين واو يه دال، ما بنسمعش عنها غير إنها دولة هادية وغنية ومريحة. بنتنا دي ميرنا متجوزة وعندها أولاد. تعال نسمع ميرنا بتقول إيه. أهلا بيكم. أنا يا جماعة سورية، سبت سوريا لما حصلت فيها حرب شوارع، وطلعت الحمد لله رب العالمين، سافرت في دولة هادية وجميلة اسمها السويد، وربنا كرمني بجوزي وأولادي وعايشين حياة مستقرة. لكن للأسف جوزي ممكن أقولها بصراحة إنه هو نرجسي. وانت عارفين لما يكون الشخص نرجسي ما بقاش شايف غيره، مش شايف غير نفسه، مش فارق معاه حد غير نفسه وبس. إنسان أناني يكره الناس كلها، ما بيحبش غير نفسه. واتحملت منه اللي ما حد يتحمله، ضرب وشتيمة وإهانات وقلة أدب. وللأسف الحياة في أوروبا غير كده خالص، الست واخدة حقها. لكن احنا كمجتمعات طلعنا ان الراجل ليه كلمته والكلمته تمشي. حاولت بشتى الطرق ان انا ارضيه واحتويه واخليه ما يبصش ابدا لبره او ما يبصش لنفسه حتى لو كان على حساب غيره، لغايه ما تيقنت من خيانته ليا مع اقرب واحده من صحابي، وكنت لازم اخد القرار.
بس قبل ما اخد القرار كنت لازم اكلمكم على حاجة. انا اتعرفت على شاب، انا بقول لكم ان هو زي ابني، اصغر مني ب16 سنة. انا عندي دلوقتي 45 سنة، هو اصغر مني ب16 سنة. عجبني، بس كابن كنت بعامله زي ابني، وانا قلت له من الاول انت ابني. وكان لما يزود معايا او يتكلم معايا ويحس انه بيقول لي بحبك، واقول له لا، ستوب، هتخلي علاقتي بيك كأم وابنها اكتر من كده مش هسمح لك. بالفعل انا تعلقت بيه كابني، وكنت بخاف عليه جدا. كنت بعرف احلامه وبعرف اماله والامه ومشاكله، كان مخبيش عني اي حاجه، كانش بيخبيها عني. كان حلم حياته السفر لاوروبا وان يسيب بلده. الشاب ده مش سوري عشان ما حدش يقول هو من سوريا، لا مش من سوريا، من دولة عربية لكن مش من سوريا. مش عايز اقول اسمها لاسباب كتير. كان دايما يحاول كل فترة والتانية ان هو في وسط الكلام يقول لي بحبك. كنت على طول بصد، اقول له وبعدين انا مين؟ يقول لي طب خلاص. اقول له لا انا مين؟ يقول لي انت ماما. اقول له ايوه كده تعدل. واستمرت العلاقة كده، وما كنتش اقدر اعامله غير كده لانه فعلا من دور ولادي. لغايه ما خلاص انا استحملت جوزي كتير. وعلى فكره الشاب ده اتعرفت عليه من خلال الفيس بتاعه والصفحه بتاعته، حاجه كده جذبتني ليه ما اعرفش ايه. وتوثقت العلاقه بكون ان انا زي امه وهو زي ابني. نكلم بعضنا فيديو ونتكلم، بيحكي لي ويشكي لي من ابوه ويشكي لي من امه ويشكي لي من الحياه والدنيا والصعب والغلا، وانا زي امه بالظبط كنت بحتويه وطبطب عليه من خلال رسايلي وكلامي معاه فيديو. لغايه ما لقيت ان انا مش قادر اعيش مع الراجل اللي انا متجوزاه ده. خلاص انت خنتني ومع اقرب واحده صديقتي، يبقى كده الفراق بيني وبينك. بالفعل رفعت القضيه واتطلقنا ونزلت سوريا. قعدت في سوريا شويه. كان الشاب ده بيكلمني عن طريق برضه الموبايل والفيديو، وقعد كان فرحان جدا ان اتطلقت. وقلت له بقول لك ايه، انت ايه فرحتك دي؟ لقيته عايز يزودها في الكلام. قلت له لا، انا برضه صحيح اتطلقت لكن انا ايه، انا ماما. واستمرت الحياة بينا كده لغاية ما رجعت تاني الى السويد. لقيته بيقول لي انا مش قادر، انا طوعتك بقالي كام سنة وانا احترمتك لانك انت زوجة وما حاولتيش تطور العلاقة معايا. كونك ست متجوزة وست شرقية بتحترمي جوزك حتى لو كان بيسيء تعامله وبيضربك وبيهينك، لكن انت محافظة عليه علشان انت على ذمة راجل لازم تحافظي على شرفه وعرضه. انا احترمتك اكتر، لكن دلوقتي ما دام اتطلقتي بعد اذنك، انت مش امي، امي في البلد، انت حبيبتي غصب عنك حبيبتي. انا في الوقت ده كنت فرحانة قوي من جواي، طايرة من الفرح. صحيح انا في الاول كنت متجوزة وكنت خايفة ان انا اطور علاقتي مع الشاب ده اللي من دور ابني، بس حتة ان انا متجوزة منعتني. لكن ليه دلوقتي؟ صحيح في المجتمعات الشرقية زي مجتمعاتنا بيسمحوا للراجل ان هو يتجوز اللي اصغر منه ب20 و30 سنة، بيبقى عنده 60 سنة وبينزل عندكم في مصر وبينزل هنا يروح يتجوز بنت عندها 17 و18 سنة، والمجتمع يقول لك الراجل ما يعيبوش حاجة. لكن لما تيجي الست تتجوز واحد اصغر منها ب20 سنة ولا 16 سنة بيقولوا عليها مراهقة. والست تبص لنفسها في المراية، طب ما تشوف نفسها، والمجتمع بيسلخها وما بيرحمهاش. فكرت طب ليه ما اعملش حركة كلنا نستفيد بيها؟ اولا انا فعلا اتعلقت بيها قوي. كنت في الاول زي ابني، لكن دلوقتي لا، قلبي معاه فعلا. وهو شاب ذكي جدا وطموح جدا واحتواني رغم ان انا اكبر منه ب16 سنة، لكن هو اللي احتواني. طب ما نطلع كلنا كسبانين. هو نفسه يجي اوروبا او يجي السويد، انا قادر اسفره واجيبه، انزل اتجوزه ومن حق ان انا اجيبه معايا. كده هو استفاد وانا استفدت، اتجوزت اللي بحبه وهو برضه بيحبني. وانا لسه يعني انا عندي 45 سنة، اقدر اسعده على الاقل 10 سنين تاني. طب ايه المانع؟ اعمل حساب للمجتمع. طب انا عايشة في اوروبا،
اعمل حساب لاهلي في سوريا؟ هو حد حاسس بحد؟ ولا يكون الشاب ده بيضحك عليا وكل همه انه يجي اوروبا عن طريقي وياخد الجنسيه؟ انا معايا الجنسيه، خايف اخد قرار اندم عليه، وخايف اصطدم مره تاني، هتبقى صدمه جامده، صدمه في ابو اولادي اللي اتطلقت منه بعد عذاب، وصدمه مع شاب انا عطيته حبي وهديله جسمي وهديله الجنسيه. خايفه يكون كله ده حلم، وخايفه انجرح وانا قلبي مش هيتحمل صدمات تاني. الشاب بيقول لي بحبك جدا، وفعلا هو متعلق بيا، لدرجة إن أنا 3 سنين كنت مريت بظروف صعبة صحية بسبب جوزي، وتعرضت لظروف نفسية ادعت إن أنا أروح لدكتور أتعالج نفسيا عنده بسبب اللي كان جوزي بيعمله معايا. قعدت تقريبا 2 أو 3 سنين ما بكلموش خالص، لكن أول ما تمثلت للشفاء وقدرت إن أنا أسترد نفسيتي كلمته، لقيته منتظرني وبيبثلي أشواق وحب ومش قادر يبعد عني، وإنه كان هيتجنن. طب خلينه بيضحك عليا، بس على الأقل هيجي يعيش معايا، هعيش على الأقل 1 2 5 10 في سعادة أنا عايزاها. ولا أعمل حساب للناس وللجاليات العربية؟ إحنا في السويد وفي أوروبا بنعرف بعضنا كويس أوي، وزي ما عايشين في بلادنا بنعرف أخبار بعض، برضو عاداتنا هناك في أوروبا المصريين أو في السويد بنعرف أخبار بعض، وعارفين ده متجوز مين وده مخلف مين وده عنده إيه. مجتمع مغلق صحيح إحنا الجاليات العربية، لكن عارفين بعضنا كويس أوي، عارفين أسرار بعضنا أوي، ومش هيرحموني لما يلاقوني ماشية مع واحد من دور ابني وإن أنا اتجوزته، وهيقولوا إن هو ضحك عليا عشان ياخد الجنسية وأجيبه أوروبا. طب ما يقولوا ضحك عليا، أنا حاسة إن هو بيحبني وأنا متأكدة إن أنا بحبه. طب ايه المشكلة يا جماعة؟ احقق له حلمه واحقق حلمي واعيش لي كام سنة سعيدة. بس انا خايف اتعلق بيه اكتر وحبي يزيد اكتر، ولما يجي يعاشرني طبعا شاب وهيحسسني بالمتعة، لو جيت بقى كده اتصدمت ممكن تبقى الصدمة اللي فيها نهايتي. خايف اخد قرار وخايف اتعذب بالقرار ده ومش عارفة اعمل ايه. ممكن تدلوني وتنصحوني؟ أنا يا جماعة بقول لكم كل اللي في قلبي والله. أنا شايفة إيه المانع؟ كلنا نفوز، كلنا نفرح، كلنا نعيش في سعادة. إيه المشكلة؟ هو هيفرح إنه هيعيش في أوروبا ويحقق حلم، وأنا هفرح إني هتجوزه لأني بحبه وهو بيقول إن هو بيحبني. طيب ونظرة الناس ونظرة أهلي والمجتمع العربي اللي كلنا مجتمع ضيق لكن مفتوح على بعضيه في أوروبا. طيب لو صدمني هتبقى صدمة عمري. لو أنا فعلا بتوهم إنه بيحبني، طب أنا لسه 45 سنة واللي يشوفني يقول أصغر من كده بكتير. أنا جميلة ومحافظة على جسمي ومفيش حد يديني أكتر من 30 سنة. يعني أنا ممكن أكون اللي يشوفني يديني سنه، لكن على الورق أنا أكبر منه ب16 سنة. بقول طب ما أعيش معاه 5 سنين 10 سنين بتمتع، وبعد كده يحلها ربنا. بس بعد كده هتبقى الصدمة ممكن تبقى قاتلة بالنسبة لي. أنا خايفة ومترددة ومش عارفة أعمل إيه. يا ريتكم تدلوني والله. أنا قلت أحكي حكايتي في حكاية المستخبية، وأكيد في ستات كتير ممكن يكونوا متجوزين شباب أصغر منهم يعرفوني، وفي ستات كده عايشين في أوروبا ومروا بالتجربة دي ينصحوني. وانتوا اللي شايفيني دلوقتي هتقولوا لي إيه؟ بس ما تخلوكمش قاسيين عليا، لأن عشت مع جوزي ضرب وهنات وشتيمة، مفيش رحمة. حياتي كلها اتدمرت سواء في بلدي أو حتى لما سافرت معاه. نفسي استريح شوية، نفسي أعيش لي 2 سنين حلوين في سعادة. يا ترى تنصحوني ولا تخوفوني بالمستقبل والصدمة اللي ممكن أصطدمها فيه؟ دي حكاية ميرنا. يا ترى انصحن ولا ايه؟ تعال الاول نشوف هي كاتبه قصتها ازاي، لان انا بحرص دايما يا جماعه اسمع كويس اوي عشان اقدر ابلغ رسالتها كويس اوي، لكن بخاف ان انا انسى او ان انا اتجاهل حاجه هي تعتب عليا تقول لي لا انت نسيت تقول حاجه. فبقول لها طب بعد اذنك اكتبي قصتك
وانا هشرحها وبرضه اقراها عشان لو انا نسيت حاجه يبقى ما ظلمتكيش والورق هو اللي يقولها. تعال نشوف يا كاتبه ايه. السلام عليكم يا استاذ حنفي. قصتي باختصار عشان وقت حضرتك. انا امراه عندي 45 سنه، مقيمه في دوله اوروبيه منذ سنوات طويله، لكني نوعا ما ابدو اصغر من سني بكتير وشكلي جميل، وساقول لكم بالتدريج لماذا تحدثت عن سني. اولا عندي 4 اولاد، وعلاقتي مع ابو اولادي مش حلوه، بالعكس سيئه من كل النواحي. قررت أخيرا أن أنهي هذه العلاقة، فقد تأذيت من زوجي من هذه العلاقة السامة كثيرا، حتى أنني أصبت بمرض نفسي، مع العلم أني تزوجت زوجي هذا برغبة من والدي ووالدتي وكنت مجبرة عليها. تعرفت من خلال الفيسبوك على شاب يصغرني ب16 سنة، وكنت حينها في بلدي سوريا وقت الأزمة السورية. دخل إلى قلبي وحبيته كابني، وتعاملت معه على هذا الأساس، وكنا على تواصل دائم، وهو بدوره اتعلق بي كثيرا، لكني من البداية حددت هذه العلاقة، وكنت مخليه محددة معاه نفسه هو العلاقة معايا، وكنت أعامله وأخاطبه على أساس إنه ابني وأنا والدته، رغم إنه صرح أكتر من مرة إنه بيحبني كامرأة، لكنني لم أقطع علاقتي معه لمعزته في قلبي، وكل ما فعلته إني كنت أضع حدود في كل مرة، ولم أقطع علاقتي معه كما كنت أفعل مع غيره. فمع غيره أي شخص يتمادى في هذا الكلام كنت أعمل له بلوك، لكن مع هذا الشاب كنت أظنه ابني بالفعل، وكان بيظهر لي احتراما كبيرا في المرات التي صدته فيها، ولم أقبل إلا أن أعامله كابني لي بسبب فرق السن الكبير بينه وبيني. انقطعت بسبب مرضي عن السوشيال ميديا والتواصل مع الناس لفترة تعدت 3 سنين، وبعد ما تشافيت تماما بحثت عنه مجددا وتواصلت معه، وكانت علاقتي مع والد أولادي في تلك الفترة قد انهارت تماما بسبب خيانته لي مع أقرب صديقاتي، والمشاكل اللي كانت بينا ما كانتش بتنتهي. المهم صديقي هذا الشاب الذي كنت أعامله كابني كان يريد أن يتزوجني، وبيقول لي إنه سيعوضني عن كل الألم الذي تعرضت له من زوجي في حياتي، وكلام كتير جدا، ولأن له معزة خاصة في قلبي، ولأنني واثقة إن لديه من الوعي والإدراك ما قد افتقدته في من حولي. بالأحرى لم أجد شخص في حياتي لديه هذا الوعي والإدراك الذي يمتلكه هذا الشاب. بصراحة هو حلمه أن يأتي إلى أوروبا ويتزوجني. ربما تقولون إن هذا بدافع المصلحة، وإنه تواصل معي عشان أتجوزه وأجيبه أوروبا وياخد الجنسية، لكني كنت بتواصل معه منذ أن كنت في بلدي، وقد أبدأ إعجابه الكبير بي وتعلقه بشخصيتي منذ ذلك الوقت. أنا تعرفت عليه وأنا في سوريا، ما قلتلوش أنا في أوروبا خالص، ورغم ذلك أبدأ إعجابه وحبه لي، وقد قررت أخيرا أن أتجاوب لتعلقه وحبه بي بعد أن انفصلت عن زوجي، إذ لم أكن أسمح لنفسي أبدا إن أنا أقيم معه علاقة وأنا على ذمة راجل. وثانيا لفرق السن، أنا أعلم أن مجتمعاتنا لا تتقبل فكرة أن تتزوج المرأة بشخص يصغرها بسنوات كثيرة، بينما يتقبل أن يتزوج الرجل بفتاة صغيرة. وأعلم أني سأواجه وإياه عوائق كبيرة من المجتمع وستكون صدمة، لكني قررت أن أساعده على الأقل بأن أكون سببا ليحقق حلمه في القدوم إلى أوروبا، لأني وجدت فيه رجلا بكل معنى الكلمة، رجلا مسؤولا متفهما صادقا محبا لي. انصحوني، هل أفعل ما أجده مناسبا لي وارتبط بشخص وجدت فيه المعنى الحقيقي للرجولة التي افتقدتها في زوجي، وأواجه كل المجتمع معه، أم علي أن أفكر مليا قبل أن أقدم على هذه الخطوة؟ أرجوكم انصحوني، فربما هناك أشياء أنا غافلة عنها، ذكروني بها. بس ملحوظة، صديقي هذا من دولة أخرى غير سوريا. أنا زوجي يا جماعة شخص نرجسي، وأنا كنت ضحية لنرجسيته وتعذيبه ليا. أرجوكم قبل ما تتخذوا القرار فكروا فيا، ولكم أن تتوقعوا حجم الأذى الذي سببه لي زوجي في هذه العلاقة. وشكرا.
اللي انا واثق منه ان هي بتحبه، لان هي اللي كلمتني. بتحبه وهتقدم له كل اللي هو بيحلم بيه، هتجيبه اوروبا وتساعده في الجنسيه، وهتساعده في الحصول على فرصه عمل مجرد ما خد الجنسيه. فكل احلام هذا الشاب فعلا هتتحقق. بس مش الشاب هو اللي بيسالنا، اللي بيسالنا هي السيده الفاضله دي. فلازم نكون امناء معاها. لو قلنا لها عيشي سنه 12 في سعاده، حقها. طب لو قلنا انه بيضحك عليها يبقى ظلمناها. ظلمناها لو قلنا لها اتجوزيه، لانها هتبقى صدمه عمرها. فيا ترى احنا ننصحها بالسعاده، ولا ممكن السعاده دي تكون صدمه عمرها لو قلنا لها اتجوزيه؟ لازم نوازن يا جماعه بين حاجتين. هي بتحبه على عيننا وراسنا، لكن احنا ما عندناش آلية نقدر من خلالها نعرف الشاب ده اللي اصغر منها ب16 سنه بيحبها فعلا وهيعيش معاها من غير ما يصدمها، وانه السفر لاوروبا حلمه، لكن الحلم ده هيتحقق بالاضافه انه السبب الرئيسي بيه انه بيحبها. طب احنا هنقدر نعرف ازاي الموضوع ده؟ هنقدر نعرف انه بيحبها ازاي؟ طيب هنفترض يا جماعه احنا بناخد وندي مع بعضينا، انا مش بأثر على قراركم خالص، احنا بناخد وندي مع بعضينا. هنفترض ان الشاب ده بيحبها، وانها كمان ممكن لو قالت له انا هنزل سوريا وهجيبك سوريا تعيش معايا، هيقول لها موافق لان بحبك انت، ويسيبك من حلم لاوروبا وللسويد. هنفترض كده. طب هي عندها 45 سنه، هيحبها وهي عندها 46 47 48 49. طب لما تدخل لل50 هيستمر الحب ده، ولا يبتدي يبص لبنت كلها انوثه وحيويه وجسم وشكل ومضمون؟ لان احنا يا جماعه مش هنتحدى الزمن. اي ست بتدخل في سن ال50 مش كله بيحافظ على جسمه، وحتى هي اختنا دي بتقول انا محافظه على جسمي، لكن محافظه عليه لاي درجه؟ زي بنت عندها 20 سنه، زي بنت عندها 30 سنه. طب هيفضل هو الشاب مخلص ليها، ولا ممكن يكرر تجربه جوزها الاولاني ويخونها ونهرها تبقى الصدمه صدمتين؟ لازم لما ننصحها يا جماعه ننصحها وكأنها واحده اختنا او بنتنا او واحده عايشه معانا وبنحبها وبنخلص ليها في الرأي. يا ترى هنقول لها ايه؟ اكتبوا في التعليقات. دي كانت حلقة النهاردة. بكرة لو في العمر بقية من نفس المكان وفي نفس الميعاد حكاية جديدة، وبرضه حكاية مستقبل.